النهاردة إن شاء الله هنعمل معاكم أحلى طاجن رز معمر ممكن تاكله في حياتك. رز محمر من فوق وش محمر، ورز طري ومفلفل من جوه، بأحلى طعم، الطعم بتاع زمان يرجعنا لأيام زمان. رز بسم الله ما شاء الله، طاجن من الآخر، حاجة فاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. كده في الأول هنجيب الطاجن وسمنة بلدي، دي أهم حاجة، تكون السمنة بلدي. ندعك بيها الطاجن واحدة واحدة كده من جوه، نملى الفراغات اللي فيها كده من الجناب ومن الحواف بتاعته عشان ما يلزقش معانا ويبقى مفلفل معانا كده. وننزل بالقشطة، ده سر الطعم بقى، قشطة. تجيب القشطة معانا وبرضه ندهنها مع السمنة، نمكسها مع بعض كده، ومن الحواف برضه واحدة واحدة. ده سر طعم الطاجن بقى، السمنة البلدي والقشطة. أحلى طاجن هتاكله في حياتك معايا. زي ما انتوا شايفين كده، وجبنا رز بعد ما غسلناه، نحط عليه ملح وفلفل أسمر بس، ما نحطش أي حاجة تانية. ننزل بنص الكمية، نفردها معانا كده في الطاجن. وطبعا احنا سلقنا اللحمة، نرصها بعد ما سلقناها زي ما احنا شايفين كده. انا اديتها صدمة عشان كده لونها غامق معانا، ديت اللي هتدي الطعم للشوربة اللي احنا هنحطوها. برضو من اسرار الطاجن اللي احنا هنعملوها، الشوربة اللي احنا هنحطوها مع الطاجن دوت، مع اللبن طبعا. نحط عليها برضو، نزود قشطة اللي بيحب الحاجة بقى التقيلة. ونغطيها ببقية الرز اللي معانا اللي احنا مركزين عليه الملح والفلفل الأسمر. ونغطي معانا بقية الكمية واحدة واحدة كده زي ما احنا شايفين. نجيب اللبن بتاعنا، ننزل عليه سخن لحد ما نغطي الرز واللحمة معانا. تمام. دي الشوربة اللي هتدي التيست العالي بقى. زي ما احنا شايفين، نغرق كل حاجة فيها كده، القشطة باللحمة بالرز مع بعض، ونزود قشطة تاني. ده ديناميت بقى، مش طاجن، ده طاجن ديناميت، حاجة ما شاء الله. جرب الوصفة ديت وهتدعولي. عمرك ما هتاكل رز معمر إلا بالطريقة ديت. زي ما احنا شايفين كده، هننزل 45 دقيقة بالظبط في الفرن. وزي ما انتوا شايفين النتيجة، حاجة ما شاء الله. وش محمر ورز زي ما انتوا شايفين مفلفل، وحاجة طعم وريحة ما اقولكمش. متنسوش طبعا المتابعة واللايك عشان تشوفوا كله جديد. واللي حابب اي حاجة يبعتلي في الكومنتات نفسه في ايه، انا معاكم في اي حاجة ان شاء الله، مع مطبخ مرجان.